قبل الحكم الدولي نور الدين الجعفري، واحد من الحكام البارزين في السنوات الاخيره، يمكن نقول الان تقريبا 1500 مناصر حتى 2000 مناصر، والمئات لا زالوا يتوافدون على ملعب سينة الرمل لمؤازره فريق المغرب التطواني في مباراه سد، في مباراه لازم البحث فيها على 3 نقاط لفريق المغرب التطواني امام فريق يقوده امامكم المدرب القادم بهدوء عز قرقاش الذي يشتغل في صمت ابن وجده. على اي نعطي تشكيله الفريقين. نبدا ب 8 خليل بن حمص 17 محمد مكا حبيب الولجي رقم 19 في بنك بدلاء المولوديه نجيد مفتاح الملكه عرساني 1 اورجي كالو رقم 4 وليد السيد 17 علاء الدين بوشار 14 سعدان نوح وائل 77 بالربح عبد المؤمن تعادل 7 هزائم سجل الوجديون 24 اصابه ونفس العدد دخل لمرماه. المغرب التطواني الرتبه رقم 14 22 نقطه من 23 مقابله 4 انتصارات 10 ديال التعادلات 9 ديال الهزائم. التطوانيون سجلوا 18 هدف ودخلت مرماهم 24. الوداد يسير بسرعه جنونيه والرجاء تطارده كالظل عادت من بعيد، وعيون الرجاويين تبحث عن اللقب الثاني او على الرتبه الثانيه للانقضاض على المنافسات او المنافسه في منافسات وسط ابطال افريقيا لكره القدم. انطلقت المقابله بطبيعه الحال المدرب سكيتيوي رتب البيت جيدا، قدم قدم في اطارها فيه شوق وفي بعض النقاط التي تكون مميله، هذا واقع. الذي يصنع الحدث في الدوري الوطني هو الجماهير كره القدم. جماهير كره القدم ليس هناك خطا، ليس هناك خطا، تدخل وجدي رفيع، الكونترول صحيح لاجروتن، اجروتن معار من فرق جيش ملكي، وبعض المصادر تقول اجروتن قد صوره تخدش كبرياء المكنسيين بان يصل النادي المكنسي فرق كره القدم لهذا المستوى. هذا يخدش كبرياء كره القدم وتاريخ كره القدم المكنسيه، ولا اظن بان المكنسيين المهووسين بحب النادي المكنسي سيبقوا كمتفرجين. ولكن الان مجهودات كبيره تبذل لاخراج الفريق من هذه المشاكل. ضغط رهيب لفريق جمال حركاس وغيرت الوجهه ليصبح فريق المغرب التطواني متقدم. يتنافس التطوانيون والمدرب طارق سكيتيوي الصعداء. سفيان أزنبط ابن تطوان وابن الدار وابن المدرسه، اعصار تطواني جارف. التدخل المره الاولى لمحمد بوجاد اجاد الصد المره الاولى لمحمد كريمي، انما الثانيه كانت ثابته. الثانيه ثابته. سفيان أزنبط يوقع هدف يهز كل ارجاء ملعب سنة الرمل بتطوان. هنا الصد الاول، انما الثانيه على درجه عاليه من التركيز. يسدد هنا تسديده قويه مسافه 30 متر، اصطدمت برجل غلطت الحارس محمد بوجاد وينطلق مسرور. سفيان أزنبط يعانق مدربه طارق سكيتيوي وباقي سواء فريق لما كان في المغرب فاسي او فريق وطني الذي توج معه بكاس افريقيا الامم الشباب 1997 او مع الفريق الوطني الكبار. خطا تغطيه هناك حلحول يمرر خطا في التقدير للمدافع المهدي بن العروسي. حلحول من هذه التمريره كفرها مجموعه اخطاء فرديه ارتكبها على امتداد دقائق هذه المقابله. هدف تعادل اميكا النيجيري يعيد مقابله نقطه 0 وينعش تقريبا 100 مناصر.